أهلا بيكم. بس قبل أي شيء ما تقلبش الفيديو، خليك كويس كده واسمعه للآخر. أنا عايز أتكلم عن التجار، الناس التجار اللي هم كويسين، اللي بيستغلوا في وسط الأزمات كده حياتنا. يعني تلاقي مثلا واحد عايز يكسب قرشين زيادة هيغلي. طب يا حبيبي، هي الحاجة دي غليت؟ أصل هي مربوطة بالدولار، أنا باجيبها من بره. أنت الحاجة دي الدولار بينزل، سعر الحاجة دي ما بينزلش ليه؟ ولا هو لما سعر الدولار بيغلى احنا بنغلي ولما بينزل ما بينزلش؟ يا عمي لما هتروح القبر مش هتاخد حاجة معاك، كده كده انت رايح لوحدك، ولا فلوسك ولا تجارتك ولا اللي انت عملت فيهم في اي حاجة في الدنيا هتاخده معاك. انت لوحدك، انت لوحدك. يعني مثال بسيط، الحكومة عندنا غلت السجاير من كام يوم، والمفروض السجاير اللي غلت ايه؟ السجاير اللي هي الأجنبي، اللي هي مثلا المالبورو، الميريت، الحاجات بتاعت الأغنياء دي. انما انت تروح تغلي السجاير كليوباترا اللي هي بتاعت الفقراء ليه؟ الحكومه ما نزلتش كده. لا، اصل هو كلها شركه واحده، والشركه اللي بتنتج دي بتنتج دي. تمام، بس هي الحكومه قالت لك الناس الاغنياء دول احنا هنحط عليهم الليميت ده. تمام يا عم، مشكوره. انا واحد من الناس لو بشرب السجاير بتاعت الاغنياء دي هروح اضطر ان انا ادفع. انما انا ما بروحش اشرب السجاير بتاعت الاغنياء. انا مثلا بشرب السجاير اللي هي الغلابه بتاعت المصريين كلهم والشعب المصري كله. ليه انت تغلي فيها 5 جنيه؟ هتكسب ايه؟ المشكلة الأكبر بقى اللي احنا ما عندناش حد بيراقب ولا بيحاسب ولا بيقول للناس دي انتوا بتعملوا ايه. فعلا دي اللي بجد وجعانة. يعني لما تجيب واحد حاسبه، او واحد بيحاسب بعدل ربنا، او واحد شايف شغله في عدل ربنا في منصبه، اللي هو يروح للتاجر ده يقول له انت الحاجة دي ما غليتش، انا هحاسبك واحط عليك قضية اخلي الناس اللي انت بتمص دمهم دول يرجع لهم حقهم. مفيش عندنا كده خالص. لا، العملية بيبقى فيها طناش، مش حد بيحاسب عشان كده التاجر بيزود ويكمل ويفضل ماشي. طب الحكومة بتقول لك في موضوع الفراخ والكلام من ده احنا ما غليناش حاجة، التجار هي اللي غلت. طب فين الناس اللي بتحاسب؟ مفيش. ليه ما حدش بيحاسبهم يا جدعان؟ مفيش. حضرتك في أجهزة رقابية في الدولة، الأجهزة الرقابية دي ما راحتش حاسبت الناس دي ليه؟ لا والله، أصل احنا ما نعرفش الناس دي بتعمل كده ليه. ايه مصلحتك؟ حضرتك بتاخد مرتب من الدولة عشان تشوف الناس دي بتعمل ليه كده. اشمعنى المرة دي ساكت عن الموضوع ده؟ يقول لك عن السكت عن الحق شيطان أخرس. يا راجل شوف شغلك، يا عم شوف شغلك، ده ربنا